تخيل معايا يا صديقي تكون موظف كحيان ومرتبك يا دوبك لو كفاك لاخر الشهر يبقى ستر ورضا، وبرغم كل المرمطه اللي انت فيها دي بتتعامل اسوأ معامله عشان انت حته موظف كحيان وملكش اي لازمه. بس فجأة حدث واحد بيغير حياه بطلنا، لانه بيكتسب نظام بيخلي مليونير يا صديقي، لا وبيكسب الفلوس دي على صراحته وبجحته وجنانه. فيا ترى بقى بطلنا هيفضل يتنمر على الكل عشان المال، ولا اهم حاجه الستر والصحه ودوام الحال؟ لكن دوام الحال من المحال يا صديقي، فيلا بينا نعرف بطلنا هيعمل ايه. بس قبل ما نبدأ ما تنساش تذكر الله وتصلي على النبي، وتعالى اقول لك الحكاية من البداية. وبتبدأ حكايتنا وبنشوف بطلنا كارلوس اللي بيطلب اجازة من مديره ولو حتى يومين. فكارلوس بيعرف مديره انه لو خد الاجازة دي هيبقى يعوض الشغل اللي فاته بعدين. بس المدير بيقول له اجازة ايه يا حبيبي، انت فاكر نفسك شغال في الملاهي ولا ايه؟ احنا عندنا عجز كبير يا بيه، والاجازة دي لازم تبقى لظروف ضرورية جدا، فلو محدش مات عندك يبقى مفيش اجازه. وما يغركوش المدير ده لانه شخص تافه اصلا، وبيقعد طول اليوم يتفرج على لايفات ويبعت هدايا. فكارلوس وقتها بيعرفه انه محتاج الاجازه دي، بس مديره بيرفض رفض قاطع وبيقول له على مكتبك يا باشا. فكارلوس بيقول لنفسه انا عمري ما عملت حاجه مختلفه طول حياتي، والنهارده انا هغير ده وهاخد قرار مجنون وهسيب الشغل ده. بس في اللحظه اللي بياخد قراره فيها بيظهر له النظام اللي بيعرفه ان هو خد قرار جديد مش منطقي، وعشان كده حصل على مكافأة 800,000 دولار. بس كارلوس بيفتكر نفسه بيهلوس وما بيصدقش الكلام ده، لكن النظام بيأكد له ان دي حقيقة، وان طول ما كان جريء ومجنون كل ما هيكسب فلوس اكتر واكتر. وفي اللحظة دي بتوصل له رسالة من البنك ان الفلوس في حسابه ودي مش لعبة، وبيقول دي شكلها هتحلو ولا ايه. وبطلنا خلاص ما بيشوفش قدامه، وبيقف يتكلم مع واحدة من اللي شغالين في المكان وبيعلق على شكلها، وبيقول لها ايه القرف ده يا ولية، انت بتستحميش ولا ايه؟ بطلوا عفانة بقى، ده انت شكلك مقرف وبشع جدا. وفي اللحظة دي النظام بيديله مكافأة تانية عشان جرأته، وبتكون قدرها 230,000 دولار. فكارلوس مش بيبقى مصدق اللي بيحصل، وبيطلع من الشركة وهو مقرر يبقى إنسان جديد، وبيقول لنفسه خلاص زمن المترو انتهى، ده أنا هطلب أغلى أوبر النهاردة وهروق على حالي. وبتيجي العربية في نفس اللحظة والسواق بيعامله كويس جدا، وكارلوس بيبقى طاير من الفرحة عشان أخيرا الناس بقت بتحترمه وبطلوا يحدفوه بالشباشب. وكارلوس بيقول لنفسه من النهاردة أنا رئيس جمهورية نفسي، وبيركب السيارة والنظام بيعرفه انه شخص متفاخر عشان طلب عربية من غير ما يعرف سعرها، وبياخد مكافأة تانية وبتكون 50,000 دولار. وبعدها كارلوس بيروح لمطعم كان بياكل فيه على طول، فالطباخة بتقول له انت تاني عايز نفس الطلب برضه، فطيرة فاضية مش كده؟ بس كارلوس بيقول لها لا، فطيرة عليها بيض وسجق وفراخ ولحمة، وبصي لو عرفت تدخلي دماغك جواها دخليها. فالطباخة بتتصدم وكل اللي في المكان بيقولوا اوعى الواد الغني ده. فكارلوس بيفتكر ايام ما مرتبه كان ولا حاجة وما كانش بيكفي انه ياكل الاكل اللي يعجبه، وبيقول يا ايام الله لا يعودها، وبياخد اكله وبيمشي. فالنظام بيديله مكافأة جديدة عشان بيحسن من معيشته، وبتكون 20,000 دولار. وبعدها كارلوس بيخلص اكله وبيبقى محتار يعمل ايه دلوقتي، وبيشوف مول قدامه وبيقول يلا بينا نتسوق وخلاص. وبيدخل محل بس الموظفات ما بتديهوش اهتمام عشان شكله فقير وبياخد باله من نظراتهم ليه. فكارلوس بيقول لهم شكلكم كده مش عايزين تشتغلوا، ده انا كنت حاطط لكم ميزانية كبيرة عشان اشتري بيها من هنا. بس البنات بتلحقه وبيطلبوا منه انه يتفضل وهيساعدوه في كل حاجة. فكارلوس من جواه بيقول يا شوية عالم مادية اتغيرته في ثانية. وهو ماشي واحدة فيهم بتطلب منه انه يحضر معرض المجوهرات اللي هيتعمل اخر الشهر. فكارلوس بيقول لها هفكر وبيمشي ويسيبها. وبعدها وهو ماشي النظام بيعرفه انه كده صرف مرتبه يجي حوالي 3 سنين قدام في كام ساعة بس، وبيديله مكافأة جديدة عشان يدلع بيها نفسه، وبتكون 660,000 دولار. فوقتها كارلوس بيقول انا كده فهمت، انا كل ما هصرف زيادة كل ما هيجيلي فلوس زيادة وهبقى مليونير في كام يوم بس. وبالليل بطلنا كارلوس بيروح يتعشى في مكان من اماكن الاغنياء، والمكان ده كان اخره يشوفه من بعيد بس. فكارلوس بيقول لنفسه طالما معاك فلوس تقدر تعمل اي حاجة وكمان تروح اي حتة. وبيبعت لويني البنت اللي شافها وهو ماشي من الشركة عنوان المطعم والميعاد كمان عشان يعرفها انه عازمها على العشاء. وبعدها بيفتح اللايف بتاعها وبيبعت لها هدايا، وبتخلص اللايف وبتقفل وبتقول لاصحابها انها تتعشى مع كارلوس. فالكل بيقعدوا يتريقوا عليها وبيقولوا لها شكله كده بيرسم عليكي. بس ويني بتقول لهم لا، ده كان بيساعدني وانا في الشركة فانا مرضتش ارفض له طلب يعني. فاصحابها بيطلبوا منها انهم يروحوا معاها، بس ويني بتقول لهم لا، ولو جيتوا معايا كل واحد هيدفع حسابه لان المعلم كارلوس غلبان وشقيان ومش عايزين نيجي عليه. فاصحابها بيوافقوا، وهم في طريقهم صاحبتها بتسألها
هو فين المطعم ده. فويني بتشوف المكان اللي كارلوس بعته وبتتفاجئ جدا، وكمان صحابها ما بيصدقوش لانه مطعم غالي جدا ومش سهل خالص انك تحجز فيه. وبيروحوا المطعم فعلا، وقبل ما يطلعوا صاحبتها الحربايه بتبقى مستنياها تطلع عشان تحرجها، عشان مش مصدقه ان واحد زي كارلوس هيعزمهم هنا. بس اول ما بيطلعوا ويني بتكون خايفه من الاحراج اللي ممكن يحصل لها، وكمان بتكون خايفه على فلوسها لان البنت بتشقى بيها في اللايفات، والمكان ده شكله غالي جدا. ولما الاستقبال بيسالها على الحجز بتقول لهم باسم كارلوس، فبتقول لهم تمام اتفضلوا معايا لو سمحتوا. وفي الوقت ده صاحبتها الحربايه بتتفاجئ عشان هي جت تشمت فيها، لكنها بتسال نفسها وبتقول ازاي كارلوس المعفن ده مع كل الفلوس دي. والبنت المساعده اللي معاهم بتخبط على كارلوس وبتعرفه ان الضيوف وصلوا. فبيخرج كارلوس وقتها واللي بيصدمهم كلهم بلبسه البراند وشكله اللي اتغير خالص. فصاحبتها الحربايه بتقول في وقتها ده مش طبيعي، هو كسب من سيربح المليون ولا ايه؟ ده كان موظف عادي جدا. وصاحبتها التالتة بتقول لها ده لابس من لوي فيتون يا خبر ابيض، دي القطعه فيه معديه ال 40,000 دولار. وبيروح كارلوس عشان يتعرف على اصحابها، والاولى بيبقى اسمها تشيا والتانية الحربايه اسمها تشيو. فكارلوس بيسالها انت مين؟ فتشيو بتقول له في ايه انا زميلتكم تشيو. فكارلوس بيقول لها معلش اصلا انا لسه صاحي، وبعدين اعرفك ازاي وانت مش كده، ده انت اصلا سودا ومعفنه بس مش ظاهره على حقيقتك. فتشيو بتلم احراجها وبتقول له عادي اصلا انا مش حاطه مكياج كتير. بس بعدها بينزل لهم الاكل، لكن الاكل ما بيعجبش كارلوس وبيطلب اكل تاني غيره. فتشيو بتبقى متضايقه جدا من اللي بيحصل، بس كارلوس وقتها بيطلب المدير عشان مش عاجبه الاكل خالص. فالمدير بيروح له وبيقول له احنا اسفين اصل احنا مطعم فرنسي وبنعمل اكل فرنسي بس. فكارلوس بيعرض عليهم مبلغ كبير عشان يعملوا له الاكل اللي هو عايزه، ووقتها المدير بيوافق زي الكلب وبيقول له امرك يا فندم. والنظام بيعرفه انه خد مكافأة تاني وقدرها 50,000 دولار عشان عمال كل شوية يغير في القواعد. والاكل الجديد بينزل لهم وهم بيتكلموا، فكارلوس بيقول لهم يلا كلوا واشبعوا. بس دول مش بياكلوا عادي، دول بينسفوا الاكل. فكارلوس بيقوم يدخل الحمام وبيسيبهم، والبنات كلهم بيقعدوا يتكلموا مع بعض لانهم ما بيكونوش مصدقين كمية الفلوس اللي بيبعزقها كارلوس. وتشيا بتبقى مبهورة وبتقول لويني اكيد هو غني من زمان مش كده، واكيد هو اشتغل معانا عشان يقدر يقرب لك بس. فتشيو بتقول لهم لا اكيد ده نصاب وبيعمل كده بس عشان يحاول يسرق المذيعات، وبتحاول تشوه صورة كارلوس. وبتقول لهم كمان احنا ممكن نختبره اذا كان نصاب ولا لا. بس ويني بترفض ده وبتقول له هو ما عملكيش اي حاجة ولا حتى يعرفك اصلا عشان تختبريه. بس تشيو بتقول لها يا عبيطة انا خايفة على مصلحتك عشان انتي واجهة اعلانية معروفة والواد ده بيلعب بيكي، فاسمعي كلامي بس وهنعرف اذا كان نصاب ولا لا. وهم ماشيين تشيو بتسأل كارلوس اذا كان مرتبط ولا لا، بس كارلوس بيقول لها لا والله انا مش لاقي كلبه لحد دلوقتي. فتشيا بتقول له مش معقول ازاي يعني. فكارلوس بيقول لها ما كانش عندي وقت غير للشغل احب امتى يعني. فتشيو بتعرفهم ان الوقت لسه بدري وبتقول لهم تعالوا نسهر في مكان تاني. فكارلوس بيوافق وبيروحوا كلهم لصالة الرقص، وبعدها كل واحدة فيهم بتروح وتطلب حاجة، ولما الدور بيجي على كارلوس ما بيعرفش هيطلب ايه. فتشيو بتقول له شكلك عبيط وما دخلتش مكان زي ده قبل كده. وبعدين بتكلم كارلوس وبتقول له تعالى نلعب لعبة وبتشرح له اللعبة، بس كارلوس بيفهم انها عايزة تنصب عليه وبيقول لها مش عيب يا قطة، ده انا برضو كنت شغال معاك وعارف اللي انت بتعمليه كله، وكل اللي بتعمليه ده يعني عشان اديكي فلوس. وبيقول لها انا سكت لك من بدري بس عارف انت بتفكري في ايه، وبتقولي عليا اني نصاب ومعيش فلوس. فالنظام وقتها بيديله مكافأة تانية عشان اكتشف المؤامرة بتاعت تشيو، ده غير كمان انه اداها على دماغها. والمكافأة المرة دي بتكون عبارة عن $1,000,000. ووقتها كارلوس بيعزم الكل على ازازة شويبس، والناس بتبقى مبسوطة وبتقعد تشكره. والنظام وقتها بيعرفه ان عنده روح بطولية جامدة وبيديله مكافأة وقتها وهي $660,000. وبيروح لتشيو بيقول لها خافي مني بقى عشان الفلوس هي اللي ممكن تعلي الواحد وممكن تذله، فما تخلينيش اذلك بقى. ووقتها تشيو ما بتقدرش تقعد وبتقول لهم ايه ده انا عندي ميعاد تاني، وبتطلع تجري من المكان بسرعة. وبعدها بتدخل بنت رخمة كده وبتفضل تضايق في ويني وبتقول لها ايه ده انت ازاي عارفة تخرجي وتسهري كده وانت اللايف بتاعك كان ميت النهارده. بس ويني بتقول لها يا دي القرف انا ما بتكلمش في الشغل بره ساعات العمل فكك مني بقى. والبنت الرخمة دي بيكون اسمها سيني، والسيني دي بتبقى مصممة انها تضايق ويني وبتقول لها ايه ده انت مكسوفة ولا ايه. وبتقول لها يعني انت على النت بتفضلي فاتحة لايفات ومبسوطة عادي بس في الحقيقة طلعت مش لطيفة خالص. فويني ما بيعجبهاش كلامها وبتكون عايزة تقول لها لطيفة دي تبقى خالتك، لكنها بتقول لها انت عبيطة ولا ايه، وبعدين ايه اللي مقعدك هنا قومي غوري من هنا. بس البنت بترفض
مود، ولا كمان بتفتح لايف وبتوري الناس انهم مع بعض، وبتقول لها دي الفرصه اللي لازم استغلها انك هنا يا ويني، وبتطلب من الفانز بتوعها انه يخلي ويني تفتح لايف وتلعب معاها جوله. فبيجي لويني تليفون من مديرها وبيعرفها انها لازم توافق تلعب، عشان لو موافقتش تعتبر نفسها مرفوضه. بس ويني بتقول لها انها تعبانه ومش قادره وكمان عايزه مكان محترم، فالمدير بيرفض وبيعرفها ان الشغل شغل. وسيني بتقول لها لو مش عايزه تلعبي ما تلعبيش، انا كده كده كنت هكسب. فويني بتتعصب وبتقول لها بطلي رغي ويلا بينا نبتدي. وبيبتدي الجوله وفعلا وشغل كبسوا كبسوا يا اخواتي. وبيبقى في حد عند ويني عمال يبعت لها صواريخ وهدايا ومفجر اللايف عندها خالص، فويني بتفضل تشكر فيه ومش لاحقه حتى تعد الهدايا. وسيني بتبقى واقفه مش مصدقه وبتقول هي عندها دعم خفي ولا ايه؟ هي جابت كل ده منين وازاي؟ وفي اللحظه دي بتبقى ويني مسيطره على الجوله، واكيد الداعم هو بيكون المعلم كارلوس. فالنظام بيكافئه تاني على انه بينفق المال بسهوله وبيديله 5 مليون دولار كمان. فكارلوس بيفرح وما بيشوفش قدامه وبيفضل يبعت لويني صواريخ من غير عدد. وعلى الجانب التاني بيكون مديره قاعد يتفرج وما بيعجبوش اللي بيحصل ده، فبيدخل يدعم سيني هو كمان، وبتشكره سيني على دعمه ليها لكنه ولا حاجه قدام عمنا كارلوس، لان كارلوس بيفضل يبعت لويني تاني وبيقول لنفسه انا هوريك يا بنت الرخمه يا اللي اسمك سيني، وبيكمل وبيفضل يبعت اعداد جباره لحد ما بيخلص ال5 مليون دولار. فالنظام بيكافئه تاني ب10 مليون دولار. وفي اللحظه دي بتنتصر ويني على سيني بكل سهوله، وده طبعا بمساعده عمنا كارلوس. فويني بتشكر جمهورها وبتشكر الداعم اللي ما بتكونش عارفه هو مين لحد دلوقتي. والنظام بيقول لكارلوس كل ما كنت بتبعت صواريخ اكتر كل ما فلوسك زادت اكتر واكتر، وبيديله 10 مليون دولار. وفي اللحظه دي سيني بتبقى متضايقه جدا انها خسرت قصاد ويني، ولحد دلوقتي مش فاهمه ازاي حصل ويني كسبت 10 مليون دولار بكل سهوله كده. وبتقول ده مذيعين اهم واكبر منها على منصات اكبر ما بيدخل لهمش المبالغ دي، ازاي بقى هي دخلت المبلغ ده في يوم واحد عادي كده؟ بس كارلوس بيقول لهم الوقت اتاخر يلا بينا نروح بقى، لكنه قبل ما يمشي بيكلم سيني وبيقول لها ما تعيطيش يا حبيبتي وحظ اوفر المره القادمه، بس لازم تشتغلي على نفسك شويه. بعدها بياخد البنات وبيمشي، ولما بيروحوا وتشيا بتكون مبسوطه بس مستغربه لويني، فويني بتقول لها وانا كمان مستغربه، وبتقول انا حاسه ان في حاجه غلط لان الداعم ده جديد واول مره اشوفه يدخل اللايف، فازاي مره واحده كده يدخل ويديني كل الهدايا دي؟ في حاجه غلط وانا خايفه. بس تشيا بتقول لها انت بومه يا بت، ده عمل معاك الصح ومش عاجبك؟ طب سيبيهولي انا بقى. وبيفضلوا يبعتوا رسايل فعلا وما بيكونوش عارفين انه المعلم كارلوس، وبيتصدموا كلهم ان كارلوس اصلا واقف وراهم وصوت الرساله في تليفونه، وبتساله وبتقول له ازاي ايه ده بقى انا بعت رساله للداعم وتجيلك انت. بس كارلوس بيتوتر كده وبيقول لها لا داعم ايه، انا لسه سايب الشغل فممكن لسه الرسايل بتجيلي او حد بيطلب مني ان ارجع الشغل. لكن ويني مش بتقتنع وبتقول له برضه ازاي الصدفه دي. وبعدها بيدخل عليهم واحد وبيقول ايه ده مش دي المعلمه ويني، وايه ده مش ده موظفنا السابق كارلوس كمان، ده الصدف دي. وبيطلع الشخص ده اسمه تاي المدير القديم لعمنا كارلوس. والمدير بيقول له ازاي واحد فقير ومعفن زيك يجي المكان ده، انت اكيد جاي على حساب ويني وعمال تستغلها مش كده، وكمان عشان تطلع من وراها باي مصلحه. بس ويني بترد عليه وبتقول له ايه اللي انت بتقوله، ايه الكلام الماسخ ده؟ فتاي بيقول لها انا كده كده عارف انك مش هتوعي في حب واحد فقير زي ده، عشان انا عارف الاشكال اللي زي دي بتدور على اي واحده غنيه تصرف عليهم وبيقعدوا يتمسكنوا علينا عشان نساعدهم. فتشيا مش بيعجبها الكلام ده وبتقول له بطل عبط، وبتقول له على فكره كارلوس بقى هو بطل اليوم النهارده ومحدش فينا صرف اي حاجه وهو اللي صرف اليوم كله. فتاي بيقول لها الفاشل ده عمل كده ازاي وجاب منين يعني؟ وتاي بيكلم ويني وبيقول لها انت دخلت للشركه النهارده ملايين، وبيحاول يقرب من ويني ويلمسها، بس في الوقت ده كارلوس بيمنعه وبيقول له ايدك يلا لا توحشك، وبيقول له عود نفسك انك ما تمدش ايدك على حاجه مش بتاعتك. فويني بتعرفه ان لو ضايقها تاني هتنهي عقدها مع الشركه. بس تاي بيقول لها بس يا ماما انت ماضيه عقد 5 سنين ولسه في سنه باقيه، ولو فسخت العقد دلوقتي هتدفعي 10 مليون غرامه واكيد انت مش هتقدري تدفعيهم. فويني بتقول له انا مكسباكوا ملايين النهارده، ده غير بقى اللي فات يا حبيبي، قول لي ازاي بقى ما اقدرش ادفع الشرط الجزائي التافه ده؟ فتاي بيقول لها مفيش منه الكلام ده يا ماما، مالكيش حاجه عندنا، وحتى لو هتقدري تدفعي الشركه مش هتسيبك تفسخي العقد. وفي اللحظه دي كارلوس بيتدخل وبيقول له مش مشكله يا حبيبي، ولو هي مش هتعرف تسيب الشركه المعفنه بتاعتك دي فانا هشتري الشركه كلها ولا تزعل نفسك، ووقتها مش ويني اللي هتسيب الشركه، ده انت اللي هتسيبها يا معلم. لكن تاي بيستهزأ بكلام كارلوس وبيقول له اديني مستني لما اشوف هتشتري الشركه وتطردني ازاي، ده انت متعرفش تشتري ايفون حتى، وبيمشي وبيسيبه. ووقتها
ويني بتقول له ليه كده؟ ما كنتش محتاج انك تدافع عني وتخليه يهينك بالطريقه دي. وعلى العموم انا اسفه على اللي قاله ده، وشكرا جدا على اليوم الجميل ده، انا مش هنساه ابدا. ويني بتكمل كلامها وبتقول له انا مش عارفه هنتقابل تاني ولا لا، بس اتمنى لك حياه سعيده وامنه. فكارلوس بيقول لها اكيد هنتقابل تاني، وبعدها بتمشي ويني. وقتها كارلوس بيفكر انه يشتري الشركه ويخلصها من طاي اللي عارفها ده، بس بيبص على رصيده في البنك وبيحس انه مش كفايه برضه. وتاني يوم بيخبط حد على كارلوس وهو نايم، وبتكون صاحبه المكان وبتطلب منه الايجار المتاخر اللي عليه، وبتقول له هو انا لازم اقعد اطرد فيك عشان تدفع؟ هو انت مفيش اي شهر تدفع من نفسك من غير دوشه؟ فكارلوس بيقول لها بس يا ستي ايجار سنه كامله اهو، وامشي بقى وما تجيش هنا تاني. وبيدخل يكمل نوم. فالنظام بيقول له عشان انت كريم ودفعت الايجار وكمان اكراميه للست فليك مكافاه جديده وهي فيلا اهي. فبيصحى كارلوس بسرعه وبيتصدم من المفاتيح اللي في ايده، وبيقول يا نهار ابيض انا بقى عندي فيلا. وتليفونه بيرن وواحده بتعرفه ان ملكيه الفيلا بتاعته جاهزه، وبتساله هيروح يستلمها امتى. فكارلوس بيقول لها دلوقتي حالا هبقى عندك. ومكتب العقارات بيبقى شغال باكفأ ما عنده عشان مستنيين المليونير اللي اشترى القصر واللي هو كارلوس. والمدير بتاعهم بيجمع فريقه وبيديهم تعليمات وانهم لازم يبقى مظهرهم كويس واسلوبهم لبق معاه. وفي الوقت ده بيوصل كارلوس للشركه ومحدش فيهم بيبقى عارفه لان شكله عادي ومش مليونير، وبيقف يتفرج على القصر اللي موجود في المجسم وبينبهر بجماله. فبتيجي المساعده وبتساله محتاج مساعده في حاجه، بس المدير بيشاور لها وبيقول لها مش عايزين اي زوار النهارده. ولما البنت ما بيعجبهاش انه عايز يمشي وبيروح هو بنفسه لكارلوس وبيقول له انت عارف القصر اللي عاجبك ده بكام يا حبيبي؟ ده ب 300 مليون دولار. فكارلوس بيقول له ليه يا عم ده ما يستاهلش كل ده. فالمدير بيقول له على اساس انك هتشتري يعني غور بره يلا. وفي اللحظه دي بيرن موبايل كارلوس وبتبقى مديره الشركه نفسها واللي بتساله هو راح الشركه ولا لا. فكارلوس بيقول لها انا وصلت بس الظاهر كده ان مدير المبيعات بتاعك مش عاجبه اني جيت، وشويه شويه وهيطردني ومش هشتري اي حاجه. فالمديره بتقول له يا نهار اسود اكيد في غلط يا عمنا، ممكن تستناني لحظه انا جايه لحضرتك دلوقتي، اكيد في سوء تفاهم. وبتتصل بمدير المبيعات وبتقول له انت اتهبلت ولا ايه؟ ازاي تعمل كده؟ انا طلبت منك انك تعامل الضيف احسن معامله. فالمدير بيعتذر لها وبيقول لها انه ما كانش يقصد وانه هيصلح الموقف بسرعه. وبيروح للمساعده وبيقول لها انت لسه واقفه عندك ليه؟ طلعي لي الراجل ده بره بسرعه، المدير هتعمل مشكله والا هطردك من هنا يا حيوانه، لاني مش شايف المليونير ولا عارف استقبله. بس البنت المساعده ما بتتحملش كلامه وبتنهار يا عيني. فبيروح كارلوس وبيطمن عليها، لكن المدير بيقول له امشي اطلع بره يا عم، وجودك هنا هيأثر على شكلنا قصاد العميل. وفي اللحظه دي بتوصل المديره اللي بيكون اسمها ليلي، والمدير بيقول لها انا اسف يا سيده ليلي، انا هطلع الشحات ده بره بنفسي دلوقتي حالا. بس المفاجاه بقى ان ليلي بتسيبه وبتروح لكارلوس وبتعرفه بنفسها وانها رئيسه الشركه دي، وبتعتذر له على اللي حصل وان دي غلطه غير مقصوده، وبتطلب منه فرصه انهم يصلحوا الغلطه اللي حصلت، واللي غلط اكيد هيتحاسب. وفي اللحظه دي المدير بيبقى مرعوب وهيعملها على نفسه وبيقول لها انا ما كنتش اعرف ولا اقصد. بس ليلي بتزعق وبتقول له انا قلت لك 100 مره قبل كده ما تقللش من اي عميل موجود، لكن انت ما بتسمعش الكلام وبتاخد بالمظاهر. وبتقول له ولا انت مرفوض ومفيش داعي انك تيجي هنا تاني، انا عندي الضغط ومش هستحمل غبائك. فالمدير بيقعد يصيح وبيقول لها انا اسف والله حرام عليكي تطرديني، ده انا بجري على يتامى ومسنين وعندي اقساط وكروت سامحيني ارجوكي. وبيروح لكارلوس وبيقول له حقك عليا انا اسف، انا كلب وما تربيتش سامحني ارجوك. فكارلوس بيطلب من ليلى انها تسيبه، بس البنت البياعه دي هي اللي تبقى المديره. فليلى بتوافق وبتاخده يروحوا عشان يشوفوا القصر. فالنظام بيكافئ كارلوس عشان شهم وبيديله مبلغ 233 الف دولار. وبعدها بنروح للقصر وليلي بتدي الاوراق لكارلوس وبتديله المفتاح كمان، وبتاخده جوله في المكان عشان تعرفوا عليه. فكارلوس بيطلب منها حبه تغييرات في المكان عشان هو مش عايز البهرجه دي كلها. فالنظام وقتها بيقول له انه كده مغرور، ده قصر ثمنه 300 مليون دولار، وبيقول له ده انت كنت قاعد فوق ده معفنه يا معفن، بس خد مكافاه جديده عشان صراحتك دي، وبتكون 100 الف دولار. ربنا يرزقنا يا جدعان بنظام زي ده. وليلي بتبقى مذهوله من الشخص اللي شايف ان 300 مليون دولار في قصر حاجه عاديه، وبتقول ده اللي في سن ال80 مستحيل يجمع الرقم ده. وبعدها بنشوف بنت جميله اسمها سيلا، وهي بتعرف من مساعدها الشخصي ان في حد اشترى القصر ده، وبيقول لها كمان انه شاب صغير وفي العشرينات من عمره، وبيعرفها كمان انه ممكن يجيب لها معلومات عنه بكل سهوله. فسيلا بتقول له لا مش مهم، ده شخص اشترى قصر ب 300 مليون دولار، يعني ازاي هيبقى شخص عادي يعني؟ وبتقول له ده لو حاولنا ندور وراه ممكن نتكشف اصلا، ومش حاجه حلوه اننا ندور ورا الناس، بس بتقول له اختار هديه كويسه عشان نروح نزوره في
يوم. وبعدها بنرجع لكارلوس المجنون اللي بيبقى عايز يعمل تعديلات في القصر تعدي ال 100 مليون. وفي الوقت ده بيقابل المعلمه ويني اللي بتقول له يا ما شفتكش من زمان. فكارلوس بيقول لها ايه ده ويني بتعملي ايه هنا؟ وبنعرف ان ويني هنا في جوله تبع الشركه وخلاص راجعه. وويني بتعرفه انها ما تخيلتش انها ممكن تشوفه هنا، وبتساله على خططه في المستقبل. فكارلوس بيقول لها انه هيفتح شركه وهتبقى ليها علاقه بوسائل الاعلام. فويني بتقول له والله طب كويس جدا، لو احتجت حاجه انا موجوده، عشان انا اعرف ناس كتير في المجال اللي زي ده. بس في اللحظه دي بتجيلها مكالمه وبيكون مديرها البارد تاي اللي بيطلب منها انها تطلع لايف دلوقتي. بس هي بترفض عشان طيارتها خلاص قربت ومش هينفع تقعد للي بعدها، عشان الطياره اللي بعدها لسه هتطلع بعد 10 ساعات. فتاي بيقول لها وفيها ايه يعني اما تقعدي 10 ساعات دول فاتحه لايف؟ وبيقول لها ايه المشكله يعني، هو انت وراكي ايه؟ ده انت بتطلعي تشحتي يا بت. بس ويني بترفض وبتقول له انها طول ال6 شهور اللي فاتوا كانت بتدخل لهم ملايين، ومن حقها انها تاخد اجازه في اي وقت هي عايزاه. بس تاي بيقول لها ما تهريش كتير معايا، انت ماضيه عقد، اسمع الكلام احسن لك. ووقتها تاي بيسمع صوت كارلوس معاها، فبيقول لها قلتي لي بقى انت كده مع الواد المقرف ده، عشان كده مش عايزه تفتحي اللايف وتشوفي شغلك. وتاي بيكمل كلامه وبيقول لها انت كده مش في المطار يا كدابه، ولو حتى في المطار افتحي لايف وورينا. وبيفضل يستفزها عشان تفتح اللايف. بس كارلوس بياخد الموبايل منها وبيقول له قول لي بقى قيمه الشرط الجزائي يا عم انت، وانا هدفعه عشان انا عرفت منك يا معفن انت. فالمدير تاي بيقول له انت عبيط يالا ولا ايه؟ وبيقول كويس كمان ان المكالمه دي متسجله. وبيقول له انا هوديك في داهيه ولسه هيشتمه. فكارلوس بيقفل السكه في وشه. فويني بتقول له انت اكيد مش هتدفع الشرط الجزائي مش كده؟ ده غير اني ما عنديش اي حاجه اديها لك في المقابل. وبتقول له انا شغاله كويس في الشركه. وبتقول له هو صحيح تاي بيرخم عليا من وقت للتاني بس عادي مش مهم. فكارلوس بيقول لها ما تتكسفيش مني، انا مرتب كل حاجه ما تقلقيش. ده غير اني ناوي اسس شركه اعلاميه كبيره وعايز ناس تساعدني واهمهم انت. فويني بتساله يعني هتفتح شركه تجاريه ضد تاي ولا ايه؟ فكارلوس بيقول لها بالظبط حاجه زي كده، وانت هتشتغلي معانا وهتسددي يا ستي الغرامه اللي هدفعها لك وكمان على الدفعات اللي تريحك. فويني بتوافق طبعا وبتساله انت اللي بتعمل معايا كده؟ فكارلوس بيقول لها عشان انت الوحيده اللي كنت بتتعاملي معايا كويس في الشركه، ودي اقل حاجه ردلك بيها اللي عملتيه معايا. وبيقول لها انت شخصيه طيبه ومحترمه وهيكون ليكي مستقبل مشرق، عشان كده عايزك تساعديني ان اكسب الغبي تاي، واوعدك انك هتدخلي اكتر كمان من مبلغ الغرامه بكتير صدقيني. بس ويني ما بتبقاش مصدقه ان في حد كويس كده. وتاني يوم بيروحوا شركه تاي هي وكارلوس عشان تفسخ العقد. وبيقابلها المعلم تاي اللي بيقول لهم ده الحوار طلع بجد بقى، انت مصدقه الكلمتين اللي هو قالهم لك دول؟ ده كلام يا حبيبتي لحد ما يعرف قيمه الشرط الجزائي، ومحدش هيتكسف غيرك لما ترجعي تشتغلي زي الكلبه تاني. فويني بتقول له بطل هري يا تاي، انا خلاص قرفت منك ومن شركتك. فكارلوس بيقول له ما تحرقش كتير واتصل بالشؤون القانونيه وخليهم يجيبوا العقد عشان انا مش فضيلة. بس تاي بيعرفه انه مش هيقدر على قيمه العقد ده. وبيقول له بعدين هو انت معاك فلوس يعني؟ امال كنت شغال موظف عندنا ليه؟ وبعدين انت من يومين كنت شحات. وبيقول له اسمع مني، انا كنت رئيسك في يوم من الايام وانا بنصحك لله. بس كارلوس بيرد عليه وبيقول له دي فلوسي وانا حر بقى، اصرفها اولع فيها ما يخصكش يا حبيبي، وانا كل ما هصرف كل ما فلوسي تزيد. وكارلوس بيكمل كلامه وبيقول له وبعدين خاف على نفسك بقى وابعد عني انا وويني عشان مستقبلك يفضل في امان. فتاي بيتعصب عليه وبيقول له ما تنساش نفسك يلا، انت كنت شغال عندي في يوم من الايام يا جربوع انت. وبعدين بينزلوا عشان يقعدوا مع المحامي. وتاي المره دي بيكلم ويني بهدوء وبيقول لها فكري يا بنتي كويس عشان مش هتلاقي شغل زي شغلنا ولا عمل يليق بيكي. بس المعلمه ويلي ما بتهتمش وبتمضي على طول العقد. فوقتها تاي بيقول لها ماشي فين فلوسي بقى، ما انت مش هتمضي وتمشي كده، لازم تدفعي الشرط الجزائي الاول. فكارلوس بيقول له لو تبطل رغي انت بس وتركز هتعرف وقتها ان الفلوس اتحولت خلاص. وكارلوس بيكمل كلامه وبيقول له لو فكرت مره تانية بعد كده تغلط معايا او مع ويني ما تلومش الا نفسك بقى. والنظام بيكافئه بمبلغ مليار دولار عشان قفل كل حاجه، غرور على عجرفه على وقاحه كله ليفل ماكس. وبعديها ب3 شهور بيكون افتتاح شركه كارلوس. وكارلوس وقتها بيشكر ويني وبيقول لولا تدريبات ويني ومجهودها ما كناش قدرنا نخلص الشركه في الوقت القياسي ده. وبعدها بنروح لمكتب كارلوس، وكارلوس بيطلب من ويني انها توظف ناس وتدرب الناس الجديده. وكارلوس بيعرفها ان نسبتها 50% من ارباح اللايفات. فويني بتقول له مش كتير عليا شويه؟ بس كارلوس بيقول لها دي اقل حاجه ممكن اقدمها لك، انت ساعدتني كتير. وبعدها بنروح لشركه تاي اللي بيوصل فيها ابن عم تاي،
وابن عمه ده هو اللي بيبقى صاحب الشركه مش تاي. وابن عمه اللي اسمه تشين بيطلب من تاي انه يوقف كارلوس عند حده ويعرفه مين هما اساس الشغلانه دي. وبعدها بنروح لكارلوس اللي بيبقى قاعد بيتفرج على تصميم جديد للقصر بس ما بيعجبوش، وبيقول الفشله دول ما يستاهلوش يشتغلوا في القصر بتاعي اللي ب 300 مليون. وواضح كده ان بطلنا بدا ينسى اصله المعفن. المهم بتدخل عليه ويني وبتبلغوا ان شركتهم القديمه بعتت لهم دعوه بتاعه تشين عشان يفتحوا بس مع بعض ويشوفوا مين هيكسب. بالعربي كده الخطاب جاي لهم مكتوب فيه يلا نلعب جوله. فكارلوس بيقول لها حركات العبط دي انا عارفها كويس، ولو الموضوع كله لايف وهدايا سهله وافقوا ونلعب ما نلعبش ليه. فويني بتقول له انت ما بتفكرش انك انت اللي بتبعت الهدايا صح؟ فبيتحرك كارلوس وبيعرفها ان اخلاقه ما تسمحش بكده. فويني بتقول له كويس عشان ما ينفعش اصلا، احنا عندنا التزامات كتير مش هينفع تقعد تبعزق الفلوس في حاجه تافهه زي دي. بس كارلوس بيقول لها اصبري بس وهتشوفي ده هيبقى لايف جبار ومشاهداته هتبقى عاليه جدا، وانا واثق في تدريبك للناس اللي هتكمل في نجاحنا بعد اللايف ده. وبعدها بتطلع ويني للموظفين وبتبلغهم انه كارلوس موافق. اما عمنا كارلوس بقى بيقعد يتفرج على لايفات شركته، وبتدخل ويني وبتعرفه انهم جاهزين للتحدي اللي بينهم وبين شركه تشين. فكارلوس بيقول لها اقعدي ارتاحي انت بقى عشان تعبت جامد الفتره دي. بس ويني بتعرفه ان لسه عندها شغل كتير. فكارلوس بيقول لها شغل ايه يا ستي، ده انت مدربه مذيعين على اعلى مستوى، اقعدي بس انت وارتاحي. بس الاول حمسي لي المذيعين بتوعنا وعرفيهم ان كده كده هنكسب ومكافئتهم هتبقى قليله خالص برضه. وفي الوقت ده تاي بيكون بيحتفل بالمكسب اللي لسه ما حصلش، وبيقول لابن عمه احنا مش اي حد عشان المبتدئ ده يكسبنا. بس بيجي لتشين رساله وقتها وبيتعرفوا من صاحب الشركه دي. فتشين بيتفاجئ انه كارلوس وكمان بيعرف ان ويني بتشتغل معاه. فتشين بيتعصب وبيقول لتاي انت ازاي ما تقوليش حاجه زي كده، وبيقول له احنا لازم نكسب الولد ده هو وويني وننزل لهم كمان. وفي اللحظه دي بيدخل عليهم موظف من شركتهم وبيقول لهم دول مش فاتحين لايف واحد، دول فاتحين 10 لايفات في نفس الوقت، والصواريخ عماله تطير في اللايفات زي الرز. فتاي بيقول لا مش معقول، ده المره اللي فاتت كان بيعمل كده في لايف واحد، دلوقتي بيدعم في 10 مع بعض، هو جاب الفلوس دي كلها منين؟ بس تشين بيأكد عليه انهم ما ينفعش يخسروا، ولو خسروا هيقتلهم. والموظف بيوريهم شكل اللايفات والصواريخ اللي طايره في اللايفات قد ايه. وبعدها بنرجع لكارلوس اللي شغال يكبس بس، وويني بتبقى مصدومه من اللي بيحصل وسرعه كارلوس لانه عمال يبعت الهدايا من غير تفكير لكل اللايفات، والنظام بيقعد يكافئه عشان عمال بيصرف فلوس من غير عدد. فويني بتقول له كفايه كده خلاص احنا ضمننا اننا نكسبهم، انت بتعمل ايه؟ وبتقول له هو انت بتفكر ازاي يا كارلوس، وازاي بقى معاك كل الفلوس دي؟ فكارلوس بيقول لها دي اقل حاجه عندي خدي بالك. فويني بتبص في الهاتف بتاعها وبتقول له اقل حاجه عندك دي اقل من ميزانيه الدوله بشويه. فبيرد عليها كارلوس وبيقول لها ويني احنا عارفين هدفنا ايه، احنا لازم نبقى في المركز الاول ومحدش يعدينا، عشان كده لازم نصرف في البدايه من غير تفكير لاننا اكيد هنعوض كل ده في المستقبل. وبعدها بتخرج ويني وبيشوف النظام كسبه كام، فبيلاقي نفسه كسب 500 مليون دولار. وبعدها بنشوف المذيعات اللي مش بيبقوا مصدقين اللي حصل، وكارلوس بيشكرهم على تعبهم وبيعرفهم ان اي هديه دخلت النهارده ليهم فيها نسبه، وبتبقى المذيعات مش مصدقين لانهم خلاص هيبقوا اغنياء من اول شغلانه كده. وفي الوقت ده النظام بيكافئ كارلوس تاني، بس المكافاه بتكون صغيره وما بتعجبوش. وبعدها بنرجع تاني لتاي وتشين اللي بيشوفوا الارباح اللي دخلها كارلوس النهارده، وبيبقوا مصدومين ومش مصدقين ان واحد لسه جديد في السوق قدر انه يبهدل سمعتهم كده. فبتدخل الموظفه عليهم وبتقول لهم احنا لازم نغير اسم الشركه بسرعه عشان سمعتنا بقت في الارض خالص. فتشين بياكل تاي قلم وبيطير وشه وبيقول له بقى دول اللي شويه عيال صغيره دول كسبوا 200 مليون دولار النهارده، واحنا بقالنا سنين في المجال ده وما عملناش 150 مليون جنيه على بعض، منك لله يا اخي انت حطيت راسنا في الطين. فتاي بيقول له لا يا تشين ما احنا كسبنا برضه، بس تشين بيفضل متعصب منه وبيقول له ما هو بسبب غبائك دمرتنا، عشان لو لسه كارلوس وويني شغالين معانا كان زماننا احنا اللي كسبنا ال 200 مليون دولار دول، بس تلاقيك انت طردتهم بسبب اسباب تافهه زيك. فتاي بيقول له وانا كنت اعرف منين ما طول عمره شكله فقير ومعفن وكان موظف عادي ومالوش اي 30 لازمه. فتشين بيتعصب منه وبيقول له 30 سنه في الشغلانه دي وما اتعلمتش اي حاجه منك لله، وانا عارف انك بتعمل بلاوي وقاعد ساكت، وعارف انك من زمان بتتعامل مع الموظفين معامله وحشه. فتاي بيقول له ما انت نفسك بتعمل كده. فتشين بيجيب اخره منه وبيطرده بره. وفي الوقت ده بيكون كارلوس قاعد مع ويني، وويني بتساله وبتقول له هو انت مش حاسس انك صرفت فلوس كتير؟ بس كارلوس بيقول لها اتعلمي بقى في البدايه هتصرفي 10 وبعدين هيرجعوا لك 100، واديكي شايفه انا في خلال يوم بقيت التوب، ومش عارف حتى انا انتصرت على كام شركه، بس لازم افضل في الصداره دي على طول. وبعدها بيتصل بيها مهندس الديكور وبيبلغهم انهم مستنيينه
منه في القصر. فكارلوس بيعرف ويلي انه هيمشي دلوقتي عشان يخلص حاجه مهمه، وبيقول لها هسيب لك بقى موضوع توزيع المكافآت ده وما تبخليش على نفسك بقى، عشان زي ما قلت لك انا مش عايز اكسب فلوس وانبسط لوحدي، انا عايز اكسب واكسب كل اللي حواليا ويبقى كله سعيد معانا. وبعدها بنروح للقصر بتاعه وبيكون كارلوس بيساعد العمال عشان يهدوا الحيطه اللي مش عاجباه دي. بس كارلوس بيلاحظ ان في راجل كباره جاي وبيكون جايب معاه هديه، وبيقول لكارلوس انا عرفت ان عندنا جار جديد جاي يسكن معانا، فقلت لازم اجي واتعرف عليه. وبيقول له انا جبت لك معايا الهديه الصغيره دي ودي منتجات من الشركه بتاعتنا. فكارلوس بيقول ايه الراجل الكباره ده عامل زي اللي بيطلعوا في التلفزيون، وبيقول انا عايز اجيب واحد زيه يشتغل عندي في الشركه والقصر. فكارلوس بعدها بيروح يسلم على مدير المنزل وبيشكره على الهديه دي، وبيقول له معلش بقى المكان مكركب اصلنا بنجدد القصر، فاسف جدا مش عارف اضايفك عشان ما وسخش بدلتك. فالمدير بيقول له لا ولا اي حاجه، انا كده جيت من غير ميعاد، والزياره دي مش محسوبه عشان لازم انت تشرفنا في المستقبل. وبيقول له لو احتجت اي حاجه انا موجود. وكارلوس بياخد الهديه وبتعجبه جدا وبيشكر مدير المنزل وبيقول له اكيد اول ما اخلص التجديدات هزورك على طول. وبعدها كارلوس بيكون قاعد بيرتاح، بس بيتصل بيه زميل قديم في الجامعه وبيعرفه ان زمايله كلهم هيخرجوا النهارده بالليل، وحتى البنت اللي كان معجب بيها ايام الجامعه هتيجي معانا، فايه رايك بقى يا معلم تحب تيجي ولا ايه؟ فكارلوس بيقول لنفسه خروجه تاني؟ ده انتوا كنتوا بتعزموني قبل كده عشان تفضلوا تتريقوا عليا وعشان انا كنت فقير وعيلتي فقيره، بس جه الوقت يا كلاب اللي هوريكوا فيه انا بقيت عامل ازاي وهعلمكوا الادب. وكارلوس بيوافق انه يروح معاهم، وبعدها بنعرف ان الشخص الكباره ده هو مدير منزل سيلا، والمدير بيروح لها وبيقول لها على كارلوس انه شخص محترم ومؤدب قبل ما يسلم عليه قلع الجوانتي عشان خايف لا يبوظ مظهري، وكمان ده واقف بنفسه بيساعد في تجديدات القصر، وكمان بيتعامل مع العمال بطريقه كويسه جدا ومش بيكلمهم بعجرفه. بس في اللحظه دي بيتدخل اخوها وصاحبته مينج، فسيلا بتقول يا دي النيله انا قلت لك كم مره ما تجيبش حد من الاشكال الضاله دول هنا، لكن اخوها بيزعق لها وبيقول لها احترمي نفسك عشان دي خطيبتي، وبيقول لها انا مش عارف ايه مشكلتك بجد معايا، وبعدين مينج دي مش غريبه دي هتبقى مرات اخوك المستقبليه، فيا ريت بقى تحترميها عشان انا زهقت منك وكمان عايز اتجوز واستقر من غير اي مشاكل. فمينج بتكلم سيلا وبتقول لها انا حاسه انك متضايقه مني، وبتقول لها هو في حد قال لك اي حاجه وحشه عني ولا زعلانه اني هاخد اخوكي منك؟ وبتكمل كلامها وبتقول على العموم انا ممكن امشي لو انا مضايقاكي، انا ما بحبش اقعد وانت مش مبسوطه اني موجوده هنا، وبعدين انا مش عايز اثر على علاقتك باخوكي اكيد، بس اخو سيلا واللي اسمه شينرا بيقول لمينج فكك منها دي معقده وتافهه، وبعدها بيقول لسيلا ما تنسيش بقى وصيه جدك عشان اللي عايز يورث ممتلكات العائله دي لازم يتجوز الاول، وبعدين ما تقوليش انت غيرانه مني عشان هتجوز ولا ايه؟ فسيلا بتقول له هغير منك انت يا معفن، وبتقول له انا عندي لسه 20 سنه يعني لسه بدري على خطوه جوازي، وانا مش معفنه ومستعجله عشان اخد الممتلكات زيك، وبعدين هو انت فاكر ان اي حد ممكن يناسب عائله هيكي؟ ده لازم جدنا يعرف اصلهم وفصلهم ونسبهم كمان ويبقى موافق على الجوازه عشان تتم على خير. وفي الوقت ده بيكون كارلوس وصل عند اصحابه، وويني هي كمان بتوصل بسيارتها، وبعدها ويني بتقول له انا عندي مشوار مهم هخلصه واجيلك، يعني سكه ساعه بالكتير كده وهبقى عندك. فكارلوس بيطلب منها تخلي بالها من نفسها وهي سايقه، وبيشوف واحد من اصحابه على باب المطعم وبيروح لهم، بس واحده فيهم بتشوف السياره اللي نازل منها وبتتصدم، وبتعرفهم ان العربيه دي تمنها 8 مليون دولار، وبتقول هو ازاي بقى غني كده؟ فواحد فيهم بيرد عليها وبيقول لها اكيد مصاحب واحده غنيه، وبيقول ده كارلوس ده هو التسليه النهارده. فكارلوس بيقرب منهم واصحابه بيقولوا له مش غريبه يعني منجيت الخروجه المره دي؟ لا وكمان شكلك مبسوط قوي. فكارلوس بيستغل ده وبيقول لهم انت هتحسدوني بقى ولا ايه؟ كل ده عشان مصاحب واحده غنيه؟ طب وفين المشكله يعني؟ فكارلوس بيكلم البنت وبيقول لها انت هتحسديني عشان مش عارفه تقربي مني ولا عشان انت مش حلوه اصلا؟ فالبنت بترد وبتقول له انا اللي هحسدك؟ وبعدين انت ياض هو انت تقول ان ابص لك اصلا؟ فكارلوس بيقول لها ده انت لسه متجوزها من مدير مصنع كبير، وكمان اتجوزتيها على مراته وطلعتيها من المولد بلا حمص عشان تستولي على كل حاجه لنفسك يا بنت الصايعه. فالبنت بتتعصب عليه وبتقول له ايه الهبل اللي بتقوله ده؟ طبعا مفيش اي حاجه من دي حصلت وانت بتحور. وفي اللحظه دي بتوصل مينج وشينرا لنفس المكان، وبنعرف ان مينج دي هي البنت اللي كارلوس كان معجب بيها ايام الجامعه، فكلهم بياخدوا بالهم انها اتغيرت خالص. فصاحبتهم بتقول لهم ما لازم تتغير طبعا، دي مصاحبه الابن الاكبر لعائله هيكي. فصاحب كارلوس بيقول له احنا عرفنا انك جاي عشانها، بس انا ما كنتش اعرف انها مصاحبه حد. لكن كارلوس بيطنشه وبيسلم على مينج، وبعدها بيسيبهم واقفين وبيطلع هو. وشينرا بيقول لمينج انا هروح احط بنزين وهاجي
انا هاجي ما تتحركيش من غيري. فمنجي بتقول له طيب ماشي خلي بالك من نفسك. واصحابها بيروحوا يتكلموا معاها، وصاحبتها كمان اللي ماشيه تحسد في الكل دي، وبتقول لمنجي انا بحسدكم على علاقتكم الحلوه انت وشنرا، لكن انت بقى ما قلتليش انت ناويه تتجوزوا امتى، ولا انت مش عايزه تقولي عشان مش عايزه تعزمينا. وواضح كده يا اخواتي ان الجوازه دي في ذمه الله. وبعدها بيطلعوا كلهم لمكان الاحتفال، وكلهم بيبقوا مبسوطين وبيحتفلوا، بس كارلوس بيكون قاعد ماسك الموبايل، وواحد من اصحاب كارلوس بيقول له انت ساكت ليه؟ وبعدين انت قاعد معانا ولا قاعد مع التليفون؟ قوم يا عم وروق معانا، ولا انت شكلك زعلان عشان منجي هتتجوز ولا ايه؟ بس بصراحه حقك تزعل، ده انا نفسي زعلان شويه وهعيط لك كمان. فكارلوس بيقول له لا يا عم وايه اللي هيزعلني يعني؟ ما تتجوز ولا تعمل اللي هي عايزاه، وبعدين انا واجبي ان افرح لها وابارك لها كمان. بس صاحبه التاني بيرد عليه وبيقول له ايوه مش حقك تزعل، ما هو انت ما كنتش هتعرف ترتبط بيها بال5000 اللي بتقبضهم كل شهر دول. فاصحابه كلهم بيتنمروا عليه وبيقولوا له ما تشتغل وقت اضافي يا عم، يمكن مرتبك يزيد شويه، ولا ممكن تشتغل دليفري او حتى شيال مع شغلانتك. فكارلوس بيقول لهم هو احنا مش كبرنا على الكلام ده؟ وبيقول لهم يا جدعان شغل التنمر على بعض ده خلص من زمان. وبعدها بتتدخل منجي في الموضوع وبتقول له هم بيهزروا معاك واكيد ما يقصدوش حاجه، فما تركزش في كلامهم. فكارلوس بيقول لنفسه يا بنت الممثله، ده انا لو مش عارف حياتك كنت صدقتك ودمعت دلوقتي. وبيفتكر لما كانت بتتنمر عليه وبتستغله عشان يساعدها في الكليه، لانه زمان كان اقل حتى من انها تبص له، وبمجرد ما بتبتسم له كان بيعمل لها اللي هي عايزاه. فكارلوس بيقول لها هو انت فاكره نفسك ملك بجد ولا ايه؟ فمنجي بتساله وبتقول له هو انا قلت ايه؟ ده انا بكلمك بادب. فالكل بيقول له عيب عليك ما تتكلمش معاها بالاسلوب اللي زي ده. فكارلوس بيقول لها ماشي يا ست وبيقوم عشان يمشي، بس واحد من صحابه الرخمين بيقول له على فين يا حلو؟ هو انت بتعمل كده عشان عايز تهرب من الحساب ولا ايه؟ فبيقول له اهرب من الحساب؟ انا دفعت حسابي يا حبيبي من زمان. وكالعاده النظام بيكافئه على غروره وبيديله مبلغ 660,000 دولار، لكن اصحابه مش بيكونوا مصدقين، فبيطلبوا من الجرسون ينادي على المدير بتاعه عشان يسالوه على حاجه، وبيكونوا عايزين يحرجوا كارلوس. فالجرسون بيجي وبيقول لهم ان المدير مشغول انا ممكن اساعدكم، بس صاحبه اللي واقف معاهم بيقول له اسمع الكلام وهات المدير، وقول له ان في شخص مهم عايز يتكلم معاك ضروري. وطبعا قصدهم هنا على عمنا كارلوس. وبعدها بيجي المدير فعلا وبيسالهم في اي مشكله ومحتاجين حاجه. فكارلوس بيقول له انا هديك 10 مليون دولار مقابل وجبه واحده، بس عايز هدوء في المكان يعني تفضي لي المطعم. فالمدير بيقول له مفيش هزار في الحاجات اللي زي دي. فكارلوس بيساله وبيقول له انا ههزر معاك ليه؟ والله لو حابب خد الفيزا اهي وجرب، ولو مش حابب قول لي لا وخلاص. فالبنت اللي قابلته تحت قصاد المطعم بتقول له بطل فشخره يا عم انت، هو في حد معفن زيك كده هيبقى معاه 10 مليون دولار؟ ومن هنا بتبدا قعده التحفيل والتنمر عليه كالعاده. فكارلوس بيقول لهم انا مش عارف انتوا مالكوا، والله انا بتعامل معاكوا عادي، بس انتوا اغبياء ومصرين تبقوا اغبياء وحقيرين كمان. وفي الوقت ده المدير بيجرب الفيزا وبيسحب ال 10 مليون دولار فعلا. فكارلوس بيقول له فلوسك وصلتك يا باشا، يلا بقى فضي لي المكان ده عشان بحب اكل في هدوء. فالمدير بيقول له تحت امرك حالا هفضي لك المكان. فالمدير بيقول لهم يلا من هنا مش عايزين نزعج المعلم. فالنظام بيكافئ كارلوس تاني عشان ما فرقش معاه اي حاجه، ودفع 10 مليون في وجبه، فبيديله 20 مليون دولار هديه. فاصحابه بيتضايقوا منه جدا، بس كارلوس بيقول لهم والله اللي يقدر يدفع اكتر مني هقوم امشي بكل هدوء. بس في اللحظه دي بيدخل شنرا وبيزود على المبلغ ده فعلا، وبيقول له يلا اتفضل وامشي دلوقتي. فكارلوس بيقول لنفسه تقريبا ده ابن العيله اللي بعتت لي الهديه النهارده. فشنرا بيقول له مش سامع صوتك يعني دلوقتي يا عم الحلو؟ لا ما تقوليش ان كل اللي كان في حسابك 10 مليون بس. فكارلوس بيقول له هو عموما الحوار كان بينا عشان احنا اصحاب، بس انت اللي اتدخلت فما تلومش الا نفسك. وكارلوس بيفكر مع نفسه وبيقول ان الواد ده غني ومغرور وكده هيساعده يكسب فلوس زياده من النظام. فكارلوس بيطلع الكارت بتاعه تاني وبيقول للمدير خد 5 مليون كمان، بس شنرا بيعلي عليه هو كمان وبيدفع 20 مليون. فالنظام بيكافئه ب 50 مليون عشان هو بيصرف ومش فارق معاه اي حاجه. فمنجي بتبقى واقفه بتفكر في العبيط اللي هتتجوزه ده، لانه عمال بيصرف في الفلوس وخلاص. والاتنين بيفضلوا يعلوا على بعض لحد المبلغ ما بيوصل ل 30 مليون، وكل الموجودين بيطلبوا من شنرا انه يكمل عشان ما يخليش كارلوس يكسبوا ويطلعهم بره. بس بعدها شنرا بيقعد يفكر مع نفسه وبيقول مين العبيط ده اللي عايز يدفع في وجبه 30 مليون؟ وبنعرف ان شنرا كان عايز يشتري المطعم ده، وبيفكر دلوقتي انه يخلص فيه بدل ما يدفع المبلغ ده كله على الفاضي. وفي الوقت ده المدير بيعمل اكنه في مزاد علني وعمال بيقول 30 مليون تمن الوجبه، ها مين هيزود عليها؟ بس كارلوس بياخد الكارت بتاعه، وفي اللحظه دي بتتصل سيلا باخوها شنرا وبتساله انت ساحب 20 مليون جنيه في
المطعم ليه؟ فشنرا بيقول لها ما تركزيش معايا وخليكي في نفسك. بس سيلا بتقول له انا مش مركزه يا اخويا، ده جدك اللي بيسأل. فشنرا بيقول لها هو جدي عرف منين؟ هو مراقبني ولا ايه؟ فسيلا بتعرفه انها في الفندق اللي في المطعم، وشنرا بيفتكرها بتراقبه هي كمان وبيبقى خايف جدا. فبيجي كارلوس وبيقول له ها مكالمتك خلصت ولا لسه؟ بس شنرا بيرد عليه وبيقول له انتوا ناس مجانين، انا ماليش علاقه بيكم، عشان الوجبه دي تمنها 20,000 دولار، ازاي يعني هاخدها ب30؟ وكل الحاضرين ما بيعجبهمش اللي بيحصل وبيقولوا عليهم عيله بخيله والواد ده هيجيب العار لعيلته. بس شنرا بيقول لهم اخرسوا، انتوا ازاي تقولوا عني كده؟ انتوا مش عارفين انا ابقى مين ولا ايه؟ فالمدير وقتها بيقول له يعني انت كده بتنسحب من المزاد، قصدي الرهان؟ واصحاب مينج بيقولوا لها اعملي اي حاجه دي فضيحه ليكي. فمينج بتقول لنفسها كان يوم اسود يوم ما جيت الاحتفال ده، وبتروح تقول لشنرا حبيبي ما تعملش كده، انت كده بتحرجني جامد. بس شنرا بياكلها قلم ملوكي قدام الكل وبيقول لها ما تخرسي بقى انا تعبت منك. فمينج بتقول له انت بتقول ايه؟ دي حاجه صغيره فيها ايه يعني؟ ولا انت عايز تسيبني عشان 30 مليون دولار؟ انت شكلك عبيط. فشنرا بيقول لها حاجه صغيره، ده انت دمرتي سمعه عائلتي. وبيقول لها الميزه الوحيده اللي كانت فيكي اني كنت هخلف عيال حلوه، ولا انت فاكراني غني وعبيط ولا ايه؟ هقعد كده بعزق فلوسي عليكي ولا ايه؟ بس بتوصل سيلا وبتقول له انا عايز اعرف ايه اللي بيحصل هنا. وبعدها بتروح تكلم المدير وبتقول له احنا استثمرنا 200 مليون دولار في المطعم هنا، والناس بتبقى مستغربه ومش فاهمه اللي بيحصل وايه اللي بتقوله سيلا، وبتطلب من المدير يفضي المكان عشان عايزه تتكلم مع كارلوس. فكلهم بيبقوا مش فاهمين ازاي واحده زي سيلا عايزه تتكلم مع واحد زي كارلوس. واصحاب كارلوس اللي كانوا بيتنمروا عليه وبيقولوا هو معقول كان غني للدرجه دي ومخبي علينا؟ والبنت اللي اتريقت عليه بتقول يعني انا كان لازم اهزقه، وبتقول بس ازاي واحد كان فقير قوي كده يبقى غني للدرجه دي؟ وفي الوقت ده بتطلب سيلا من اخوها يسبقها على البيت عشان جده مستنيه هناك، ومنج بتجري وراه وبتقعد تعتذر له على غلطها وبتقول له ارجوك ما تسيبنيش، انا من غيرك ما اقدرش اعيش. لكن شنرا مش بيهتم بيها. وبعدها المدير قبل ما بيطلع بيبلغهم ان شويه كده وطلباتهم هتنزل، وبتطلب سيلا من كارلوس انهم يقعدوا ويتكلموا شويه. فكارلوس بيقول لها انا تحت امرك اقعدي اتفضلي. فسيلا بتساله ايه رايك في الهديه اللي بعتها لك؟ فالمعلم كارلوس بيشكرها جدا وبيقول لها والله كنت ناوي ارد لك الزياره اول ما اخلص التجديدات، بس سيلا بتعرفه انها هي اللي لازم تشكره عشان اتحمل تهور اخوها لان دي طبيعته للاسف. وسيلا بتاكد عليه ان اللي حصل هنا ما يطلعش بره عشان ما ياثرش على سمعه العيله، والعيله اكيد مش هتنسى الجميل اللي هو بيعمله ابدا. فكارلوس بيقول لها عيب ما تقوليش كده احنا جيران. وبعدها كارلوس بيسال سيلا وبيقول لها انت كنت عايزه تتكلمي في ايه؟ فسيلا بتقول له انت صدقت ولا ايه؟ ده انا كنت بوزعهم بس، احنا هنقعد مع بعض شويه عادي وبعدين هنمشي. فكارلوس بيقول لها نقعد ازاي يعني؟ فسيلا بتقول له لو عايز تقف اقف. فكارلوس بيضحك وبيقول لها بسم الله ما شاء الله العيله كلها بارده، وبيقول لها لا انا هقعد عادي حتى اكل الوجبه اللي دفعت فيها دم قلبي دي. فبتقول له اتفضل كل حقك يا معلم. وكارلوس بيقعد ياكل كانه ما كلش قبل كده، وسيلا بتتفرج عليه وبتقول شكله بني ادم متواضع ومش متسلط. وبعدها كارلوس بيقول لها انت اكيد مش عايزه تتكلمي معايا في حاجه معينه. فسيلا بتعرفه ان دي اول مره نقعد مع بعض، يعني اكيد مش هنتكلم في الشغل ده، غير اني بصراحه مش عارفه ممكن نتكلم في ايه. فكارلوس بيقول لنفسه ما فعلا اول مره اشوفها هنتكلم في ايه يعني، بس برضه مش منطقي تقعد تتفرج عليا وانا باكل كده. وفي اللحظه دي موبايله بيرن وبيستأذن منها يرد على المكالمه، وبتطلع ويني هي اللي بترن عليه وبتعرفه انها وصلت وبتسأل هو فين. فكارلوس بيقول الحمد لله ويني وصلت في الوقت المناسب. وبعدها ويني بتدخل عليه على طول وبتقول له يلا ناكل، بس ويني بتستغرب عشان ده المفروض اجتماع اصدقاء، فازاي مفيش غير الاتنين دول؟ امال فين الباقي؟ فسيلا بتطنشها وبتقول لكارلوس انا لازم امشي. فكارلوس بيقول لها مع السلامه وخلي بالك من نفسك. فويني بتقول لنفسها هي ليه مشيت اول ما انا وصلوا؟ وبيقعدوا عشان ياكلوا، وويني بتسال كارلوس وبتقول له مش ده كان اجتماع اصدقاء؟ امال فين الناس؟ وبعدين اللي كانت موجوده دي زميلتك ولا ايه؟ دي شكلها صغير. فكارلوس بيقول لها لا ده موضوع طويل وبيقعد يحكي لها كل حاجه. فويني بتقول له يا نهارك اسود دفعت كل ده في الوجبه دي؟ ده انا طول عمري ما اكلتش بالسعر ده قبل كده، ازاي انت تدفع 230 مليون في وجبه يا جاحد؟ وويني بتكون مصدومه وبتقول لنفسها يا شويه اغنياء بتتعاملوا مع الفلوس ولا انها فلوس بنك الحظ. بس كارلوس بيقول لها انت لسه شفت حاجه؟ ده لسه اللي جاي اتقل. وكارلوس بيسالها العميل اللي كانت قاعده معاه الاجتماع معاه مش ازاي؟ فبتقول له عيب عليك انا عملت صفقه جامده قوي، والعميل هيساعدنا في كذا حاجه بسبب علاقاته مع الكتاب المشهورين. فكارلوس بيقول لها والله انت خساره ما تبقيش مذيعه جامده وتكسري الدنيا، ده انت عندك موهبه جباره ما ينفعش تضيع. فويني بتقول له لولاك انت ما كنتش اعرف اوصل لهنا ولا كنت حققت احلامي دي. فكارلوس بيقول لها ما تقوليش كده، دي لسه البدايه، ده اللي جاي احلى ومستقبل
مستقبلك معايا هيبقى في حته تانيه بعون الله. وبعدها بنشوف ولد وسيم نازل من عربيه احدث موديل، وكل اللي موجودين بينبهروا بيه. والولد ده بيقابل ويني وبيقول لها ايه الصدفه الحلوه دي، وبيطلع ده الداعم اللي كان بيدعم ويني في اللايفات زمان. فالداعم بيقول لها ازاي معرفش انك غيرت شغلك، وبيسالها انت رايحه فين تعالي اوصلك. بس ويني بتقول له لا ورايا مشاوير مهمه معلش، لكنه بيكون شخص سمج وبيفضل لازق فيها، وبيقول لها خلاص اوصلك الشغل وبعدين نروح نتغدى سوا عشان نقعد نتكلم شويه مع بعض وتقولي لي رايك. فويني بتعتذر له وبتعرفه انها مش هتقدر تروح معاه. فالداعم ده بيقول لنفسه بعد كل الدعم اللي دعمتهولك السنين اللي فاتت تقولي لي كده يا واطيه يا نكره الجميل، ما انت خلاص بقى عديتي مرحله الفقر، بس انا مش هخسر الرهان بسببك. انا قلت هرتبط بيك الشهر ده يعني هرتبط بيكي الشهر ده. وبيفضل يكلم نفسه على كل الصرف اللي عمله ده. بس في اللحظه دي بيوصل كارلوس ومعاه الدراجه بتاعته وبينادي على ويني وبيقول لها يلا بينا. فويني بتعرفه على الداعم بتاعها وبتقول له هو ده اللي كان بيدعمني ايام ما كنت بفتح لايفات وكنت باخد مكافآت كتير بسببه. فكارلوس بيسلم عليه وبيعرفه انه زميل ويني، بس الداعم بيتريق عليه وبيقول له البطه اللي انت راكبها دي. بس كارلوس مش بيركز معاه وبياخد ويني وبيمشوا. فويني بتودع الداعم وبتقول له فرصه سعيده وبيمشوا. فالداعم بيتعصب جدا عشان ازاي تسيبه هو وسيارته الغاليه وتروح مع واحد راكب دراجه معفنه زي دي. فبيسال نفسه وبيقول هي ازاي تسيبني عشان الشحات ده، لكنه بيقول عموما انا مش هخلي حاجه تعكنن عليا اليومين دول عشان البومه زوجتي هترجع من السفر كمان يومين. والداعم بيتصل بواحده عشان ينزلوا ويخرجوا سوا، لكنها بتقول له انت لسه فاكر انك تتصل بيا؟ فالداعم بيقول لها انا هعدي عليكي ونروح ناكل جمبري عشان جعان. فالبنت اول ما بتسمع كده بتقول له يا حبيب قلبي ده انا مستنياك. وفي الوقت ده برضه بيروح كارلوس وويني لنفس المطعم وبيطلبوا الاكل. فويني بتقول لكارلوس انا ما بعرفش اكل بجوانتي والكلام اللي زي ده، انا بحب اكل الجمبري بايدي. وبيوصل الداعم وبتطلع معاه البنت اللي اسمها مين اللي كانت بتوقع بين كارلوس وويني في الاول، وبتقول للداعم يلا نمشي من هنا ونروح مكان تاني مش ناقصه قرف. بس الداعم بيقول لها لا هنا احسن مطعم للجمبري. والداعم بيشوف ويني وكارلوس وبيقول بقى كده انت كان عندك ميعاد مع الشحات ده، وبياخد تشيو وبيدخل المطعم وراهم. فتشيو بتقول لنفسها بقى عامله لنا فيها مؤدبه وانت رايحه جايه مع كارلوس، وبتقول ده انا هاخد الداعم بتاعك منك وهبقى في المركز الاول. وويني بتعرف كارلوس ان الداعم ده شخص مش كويس، وبتساله وبتقول له هو المفروض اقول لتشيو تخلي بالها منه ولا لا. بس كارلوس بيقول لها مالكيش دعوه بحد، كل واحد عارف طريقه. وبيوصل الاكل لتشيو والداعم وبتبقى مبسوطه بالاكل، والبنت تشيو بتقشر الجمبري وبتاكله في بقه. بس في اللحظه دي بتوصل زوجة الداعم وبتطفحه اللقمه وبتقول له بقى يا راجل يا واطي انا مسافره في شغل وانت قاعد بتخوني هنا. فالداعم وقتها بيحاول يبرر لنفسه، بس زوجته مش بتسمعه وبتزعق لتشيو وبتقول لها انت مش عارفه انه متجوز ولا ايه يا حلوه. وبتقول للداعم بس العيب مش عليها العيب عليك انت. بقى يا واطي انا بعد ما نضفتك وركبتك عربيه احسن موديل وجبت لك شقه كمان تلعب بديلك من ورايا وبتخوني. وبيحاول الداعم يهديها وبيقول لها يا حبيبتي انا مظلوم، دي البنت دي اللي كانت بتهددني. وبيحاول يطلع نفسه الملاك البريء ويقلب الترابيزه على تشيو. فزوجته بتصدقه وبتروح تضرب تشيو قلم حكومه وبتقول لها يا بنت الحراميه عايزه تخطفي مني جوزي. وبيقعد الداعم يقول لها ده هي اللي ضحكت عليا والله، انما انت عارفه اني راجل محترم ومش بتاع الكلام اللي زي ده. فزوجة الداعم بتقول له انت بتتكلم جد ولا فاكرني عبيطه؟ عشان لو بتتكلم جد اثبت لي بقى انها هي اللي ضحكت عليك وانا هرحمك. وبيقوم الداعم وبياكل تشيو قلم حكومه هو كمان. فتشيو بتبكي وبتقول له انت اتجننت ولا ايه يا عم انت؟ بس الداعم مش بيديها فرصه حتى تدافع عن نفسها وبيقول لها بس يا نصابه يا اللي عايزه تاكلي وتشربي وتعيشي حياتك ببلاش، انت ازاي يا بت ما عندكيش دم كده؟ ما انا قلت لك ما بحبكيش واني متجوز كمان. والناس بتبقى واقفه بتتفرج عليهم. فتشيو بتكون في موقف محرج جدا ومش عارفه تعمل ايه وبتتمنى ان الارض تنشق وتبلعها. بس في الوقت ده بيتدخل كارلوس اللي ما بيعجبوش الكلام ده، وويني بتكون مطمنه لان حق صاحبتها كده هيرجع دلوقتي. فالداعم اول لما بيشوف كارلوس بيساله انت عايز ايه، لكن كارلوس مش بيتفاهم معاه وبيروح ملبسه طبق الجمبري في وشه. فالداعم بيقعد يزعق وبيقول له انت مجنون ولا ايه؟ ده انت ليله اهلك سودا. وبتتدخل زوجته وبتقول لكارلوس انت عبيط ولا بتعمل ايه؟ بس كارلوس بيقول لها بكل عصبيه خلي بالك
بالك من العيل الصغير اللي انت سحباه معاكي ده عشان هو عيل مش تمام. وزوجة الداعم بتتصدم وبتحس انه فعلا بيتكلم جد. فالداعم بيقول لكارلوس اخرس ياض انت بدل ما موتك، بس كارلوس بيعرفه انه نفسه يموت وبيقول له وريني بقى هتموتني ازاي، انا مستنيك اهو. وتشيو بتكون مصدومه لانها كانت بتعامله وحش، لكنه دلوقتي بيدافع عنها وبياخد حقها. وفي الوقت ده الداعم بيتعصب عليه وبيكسر ازازه وبيحاول يضرب كارلوس بيها، بس كارلوس بيديله واحده بتطيره لبعيد وبيقول لزوجته انت ست محترمه وغنيه، يعني المفروض تختاري ناس نضيفه تحبيها، او على الاقل بعد كده اختاري واحد فورمه عشان ما تتضربوش سوا بعد كده. بس زوجة الداعم بتعجب بكارلوس وبتقول انا ازاي ما قابلتش الولد الجامد ده قبل كده. فالداعم مش بيبقى مصدق ان كارلوس قوي كده وبيكون عامل نفسه مصاب عشان ما يتضربش تاني. وتشيو بتشكر كارلوس على انه جه وساعدها وبتعتذر على تصرفاتها معاه، بس عمنا كارلوس بيقول لها ومين قالك اني بساعدك، انا بس ما بحبش التصرفات دي مش اكتر ولا حاجه. لكن تشيو بتقول لنفسها لا ده كداب وجاي يساعدني بس مكسوف يقول. وفي الوقت ده الداعم بيطلب من زوجته انها تتصل بالشرطه علشان ييجوا يقبضوا على كارلوس المتسول ده، بس زوجته بتقول له اخرس يلا بقى وانت مالكش لازمه كده، ده انا فعلا لو مربيه كلب كان هيبقى احسن منك. فكارلوس بيكون هياخد ويني وبيمشوا، بس بتروح لهم تشيو وبتطلب من كارلوس انه يقبل عزومتها على الغدا بكره عشان تشكره على مساعدته ليها وتعتذر له على الاساءه ليه قبل كده. فكارلوس بيقول لها نفس الكلام تاني وانه اصلا ما عملش كده عشانها، وبيعرفها ان اي واحده لو كانت مكانها في الموقف ده كان اكيد هيتدخل. وبيقول لها وبعدين انا ويني لازم نمشي دلوقتي عشان عندنا شغل كتير متلتل في الشركه ولازم نخلصه. وبياخد ويني وبيمشوا بدرجته على طول. بس برضه بنت الرخمه تشيو بتقول عنه انه وسيم وشيك جدا، وبتقول هو انا كنت عمي قبل كده ولا ايه يا جدعان، وبتحاول تقنع نفسها انهم هو ووني زمايل شغل مش اكتر، وانها لسه تقدر توقعه وتتجوزه كمان. وعلى الجانب التاني بيكون لسه الداعم بيحاول يعتذر لزوجته وبيعرفها انه ما يقدرش يعيش من غيرها. لكن في اللحظه دي بيجي مدير بتاع المطعم وبيعرفهم ان في تلفيات كتير بسببهم وبيسال مين اللي هيحاسب عليها. فزوجته بتضربه وبتقول له غور بقى من هنا منك لله، انا مش عايز اعرفك تاني ده انت عيل فقر. وبتعرف المدير انها غلطته هو وهو اللي هيدفع وبتسيبه وبتمشي. وبيفكر الداعم ان تشيو ممكن تساعده عشان هي بتموت فيه وهي كمان من مشاهير الانترنت وعلى قلبها فلوس قد كده. فالداعم بيقول لها خش في حضن اخوك يا فواز، بس تشيو بتبعد عنه بسرعه وبينزل على وشه وبتقول له لا يا حبيبي مفيش منه الكلام ده، ولو حاولت تقرب لي من تاني او تكلمني تاني انا هطلب لك البوليس. وبتسيبه في المطعم لوحده وبتمشي. وفي الوقت ده بيكون كارلوس وويني وصلوا للشركه، وويني بتقول لكارلوس واحنا في المطعم انا استغربت انك دفعت عن تشيو، بس انا كنت عارفه انك ما بتتحملش تشوف حد بيتظلم. فكارلوس بيعرفها انه مش بيطيق تشيو اكيد هي عارفه كده، لكنه هو ساعدها بس عشان هي كانت صاحبتها. وويني بتشكره وبتعرفه بعدها على المشروع الجديد اللي هيشتغلوا فيه. فكارلوس بيشوف المشروع وبيسالها هو عباره عن ايه، فويني بتعرفه انها فيديوهات قصيره ودراميه هتتصور وتنزل، ده غير انك اول لما توافق هنبدا ننزل بثوث اطول عشان نعمل قاعده جماهيريه. فكارلوس بيقول لها بصي انا واثق فيكي بس لازم اللي يشتغلوا يكونوا اتدربوا كويس برضه. فويني بتعرفه ان فيديوهات قصيره مش محتاجه خبره، لكن كارلوس بيقول لها لا لازم طبعا عشان شغل زي ده هيحرق فلوس كتير، ده غير اننا هننتج مسرحيات وافلام. فويني بتعرفه ان مفيش ميزانيه لكل ده، بس المعلم كارلوس بيعمل اتصال وبيطلب فلوس عشان تمول مشروعات الشركه بتاعته. وفي اللحظه دي النظام بيقول له لا بصراحه انت راجل محترم بتدفع ميزانيه شركتك من جيبك، انا فخور بيك، عشان كده خد مكافاه تغطي ميزانيه مشروعك واكتر كمان، وبتكون قيمه المكافاه 5 مليون دولار ونص. والنظام بيتمنى ليه انه يستمر في النجاح والتطوير. فكارلوس بيقول حلو الكلام ده، عوضنا الفلوس كلها اللي صرفناها. وبعدها كارلوس بياخد دراجته وبيروح على قصره، بس قبل ما بيدخل القصر وبيشوف شينرا اخو سيلا وهو واقف مع مينج وبيشتم فيها، ومينج بتحاول تصالحه عشان يرجع لها تاني وبتقول له بعت السنين متشكرين يا اخويا. فشينرا بيتعصب عليها وبيرزعها علم حكومه بيطيرها وبيقول لها غوري من هنا واياكي اشوفك هنا تاني. وشينرا بيعرفها انها لو جت هنا تاني هيطلب لها البوليس. فمينج بتقعد تبكي وبتترجاه لكنه مش بيهتم لها. فعمنا كارلوس بيدخل وبيديها مناديل عشان تمسح دموعها. فيا ترى بقى ايه اللي هيحصل بعد كده، ويا ترى كارلوس هيحن عليها ولا هيعمل معاها ايه، ويا ترى كمان الداعم هيسكت بعد اللي عمله فيه كارلوس ده ولا ايه اللي هيحصل يا صديقي. ده بقى اللي هنعرفه القسم الجاي ان شاء الله. فما تنساش انك تحط لايك وتشترك في القناه عشان تشوف كل حاجه جديده هتنزل باذن الله. اذكر الله وصلي على النبي. اشوفكم الفيديو الجاي، سلام.